إلى شيخ الأزهر الشريف: هكذا كانت واشنطن بالأمس يا سيدي. إلى الإمام الأكبر: هكذا كانت برلين بالأمس يا سيدي. هل يرضي الله يا شيخنا أن يكون هكذا حال عواصمهم، فيما عواصمنا هامدة رابضة خانعة راضية بالذل وقهر الرجال؟ هل ترضى لقومك قبول الدنية يا شيخ الأزهر؟ هل ترتضي أن يعبد حكام العرب دون الله؟ أيها الإمام الأكبر، سيكتب التاريخ وستكتب أقلام الشهود من الملائكة أننا وقفنا خانعين عاجزين وأهلنا يبادون، يقتل نساءهم وأطفالهم قبل رجالهم، وكأن حكامهم ليسوا برجال. سيكتب أن حكامهم كان فلان وفلان، وكان إمامهم الأكبر أحمد محمد أحمد الطيب الحساني. غيب أقرانك ممن نحسبهم من الشرفاء في غياهب السجون في مصر والسعودية، وأنت شاهد من أجل هكذا يوم. غيب الشرفاء وبقيت أنت حرا من أجل هذا الاختبار الجلل الذي لا لبس فيه، حيث تحالف أمراء وملوك ورؤساء الأمة ليعبروا فوق أجساد أهل غزة، والذين يقفون حائلا بينهم وبين صفقتهم الملعونة. أمام تلك الخيانة التي تحيط بك وبنا، نحن نعلم أنه اختبار جلل، اختبار عصيب تسهر فيه معادن الرجال سهرا فلا يثبت إلا من رحم ربك، ونرجو أن تكون منهم يا فضيلة الإمام. يا أيها الإمام الأكبر، أنت تعلم كما نعلم أنهم إذا مروا اليوم فوق غزة سيمرون علينا غدا أو بعد غد، هيركبون 50 سنة قادمة ستكون أكثر ذلا وخنوعا من 70 سبقتها. يا شيخ الأزهر، ليس فضيلتكم من أذكره لماذا أصبح أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذب السلمي سلطان العلماء. يا شيخ الأزهر، لقد أصبحت أيامك معدودة في هذا الكرسي بعد أن ينتهوا من غزة. إن المحتلون يناصبونك العداء الآن جهارا نهارا، ويحرضون عليك بسبب كلمات، فما الضرر بالله عليك أن تجعلها أفعال وليكن ختامها مسك، وعن المسك مثلك لا يسأل، فأنت أدرى وأعلم. يا شيخ الأزهر، أما آن الأوان يا فضيلة الإمام، 77 عاما مضت، بارك الله لكم، فخبرني بالله عليك ماذا بقي؟ أمد الله عمر الإمام. يا شيخ الأزهر، إن المناوشات لا تأتي إلا من العراق وسوريا ولبنان واليمن، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ولا أزيد حرفا على كلمات رب العالمين. فلتعلم يا شيخ الأزهر، فلتعلم أن الأمة ما انتظرت خطاب نصر الله إلا بعدما يئست من شيوخنا الأجلاء. أي عار يا ربي، أي عار، أي عار يا فضيلة الإمام نحمله فوق رؤوسنا. أي دين وأي شرع وأي عرف يجعلنا لا نداوي الجرحى ونطبطب على المصابين ونغيث الملهوفين؟ أي عار يمنعنا من أن نقدم لأهلينا الذين يموتون جوعا وعطشا شربة ماء؟ يا أيها الإمام الأكبر، وفيت وكفيت في الكلمات،
الآن وقت الزحف يا شيخ الأزهر. إن زحفا تقوده أنت وليس سواك نحو حدودنا مع غزة سيهز الأرض هزة. زحفا سيتبعك فيه الآلاف ثم الملايين. زحفا سيتحرك له إخواننا في أندونيسيا وباكستان وماليزيا قبل مصر والسعودية والأردن. يا شيخ الأزهر ليس مثلك من يقال له إنها والذي نفسي بيده حياة واحدة، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. يا شيخ الأزهر، عندما حدثت المذبحة في مصر أصدرت بيانا جليا ناصعا لتثبت به ذمتك أمام الله، أو هكذا نظن، لكنك سكت بعدها واعتبرت أو تصورت أنك هكذا أديت الأمانة، ثم لم تتحدث عما تلاها من مجازر أو إجرام أو معتقلات ما تزال مستمرة حتى اليوم. البعض قال لا تثقلوا على شيخ الأزهر، فقد قال كلمته وهو يتعرض لضغوط لا قبل لأحد بها، وبقاؤه في كرسيه أفيد للأمة التي تدخره للمهمات الثقال. حسنا يا سيدي، لن نجادل، فالله يحكم بيننا، غفر الله لك ولنا، لكن خبرني بالله عليك، إن لم تكن تلك هي الأيام الحسومات الرافعات الخافضات المعزات المذلات بإذن ربها فمتى تكون؟ يا أيها الشيخ الجليل، ليس مثلك من يخاف من حرق المراكب. يا شيخ الأزهر، هل تخشى من غضب ابن زايد وابن سلمان والسيسي؟ والله أحق أن تخشاه. يا شيخنا وإمامنا، قد يكون ربي قد ادخرك لتلك الأيام فلا تخذل قومك. يا أيها الإمام الأكبر، الزحف الزحف. يا أيها الإمام الأكبر، الزحف الزحف. يا شيخ الأزهر، فلتفعل الآن أو فلتصمت إلى الأبد. الله.